بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته على جميعنا آمين. إصحاح 8. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا، والمجد لله دائما إلى الأبد آمين. في ذكرى استشهاد حبيبنا القديس العظيم الشهيد إقلاديوس، نتكلم عن الاستشهاد كذبيحة حب. أولا نشكر الله اللي سمح لنا بهذه الفرصة المباركة إن نيجي ونبقى في وسطكم ونشوفكم وناخد بركتكم. نشكركم جميعا، نشكر آباء الكهنة، كهنة الشهيد إقلاديوس وكهنة أبو سيفين كلهم طبعا دون ذكر أسماء، وأولهم أبونا العزيز القمص حق يعقوب. وفوق الكل طبعا نشكر سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس، اللي دايما يغمرنا بمحبته وتواضعه وأبوته، واتضاع كبير منه إن أنا أتكلم في وجوده. فإن كنا جايين نسمع عظة، فقدامنا عظة عملية في الاتضاع والأبوة، إن سيدنا يبقى موجود وأنا أتكلم في وجوده. نشكره كتير ونقول له ربنا يخليك لينا سيدنا ودايما تحت ظن. الشهيد العظيم إقلاديوس شهيد عظيم، وكلنا بنحبه، بنحب جميع الشهداء. والاستشهاد في المسيحية شيء عظيم جدا في كل الطوائف المسيحية وفي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بصفة خاصة، لدرجة في صلواتنا الليتورجية كلها بنحط الشهداء بعد العذر على طول قبل القديسين، سواء في الزكسولوجيات أو في المجمع أو في أرباع النقوص، مجمع التسبيعة، كل ما هو ليتورجية خاصة بالقديسين والشهداء دايما بيكون ترتيب الشهداء بعد العذر على طول قبل القديسين كلهم، لما لهم من مكانة خاصة. فعايزين النهاردة نتأمل مع بعض ما هو الاستشهاد. الاستشهاد ما هو إلا ذبيحة حب لربنا يسوع المسيح. يمكن دايما نقعد نفتكر ان الاستشهاد ده ما إلا ما واحد سمح لنفسه بالموت. دايما في نظرنا الاستشهاد موت، هو ليس تعبير دقيق، إنما الأدق أن الاستشهاد حب وليس موت. بنبصله على أن واحد لا ينكر إيمانه فيقدم حياته للموت، والموضوع بالنسبة لنا ما إلا واحد أمات نفسه. وأنا لو في استشهاد ولو أيام الأباطرة وأيام الحكام المضطهدين الوثنيين كنت هموت، ودايما على لساننا كلمة الموت، وكأن مفهوم الاستشهاد هو موت، ولكن الحقيقة هي غير ذلك. أن الاستشهاد هو الحب، بل هو قمة الحب، تاج الحب. كما كان لنا المسيح نفسه قدوة لما نقرأ في الإنجيل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
هكذا أحب حتى بذل. يعني الحب هو الأول، الحب هو الدافع للبذل. احنا نفس القصة، نحبه لأنه أحبنا أولا، فننمو في هذا الحب. الحب درجات، حب ربنا درجات، مفيش اتنين بيحبوا ربنا بنفس الدرجة. حب ربنا هو الترمومتر الروحي للحياة الروحية لكل إنسان فينا. أنت بتحب ربنا أكتر مني، وأنا بحب ربنا أكتر من فلان، وفلان بيحب ربنا أكتر من علان، وهكذا تقيم المستويات الروحية بدرجة الحب. فقمة الحب هو بذل الذات. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وطالما قال ليس لأحد حب أعظم، إذن زي ما بنقول الحب درجات. طالما في حب أعظم يبقى في حب أقل، وهكذا. حتى في وصايا الكتاب المقدس من العهد القديم للجديد، ليس العهد الجديد فقط، ودايما ربنا في الوحي بيركز على الحب. وحينما يسأل السيد المسيح كان بيجاوب بأن أعظم الوصيتين تحب الرب إلهك من كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قوتك، والوصية الأخرى مثلها تحب قريبك كنفسك. لأن حب ربنا من خلاله حب الآخرين، وحب الآخرين محتوى داخل حب ربنا. تحب ربنا يعني تحب أولاده، وليس هذا شيء منفصل عن ذاك، وإنما هو مكمل له، لأننا جميعا أعضاء جسمه ولحمه. فالمسيح قال لهم في الموعظة على الجبل: قيل لكم تحب قريبك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. يعني لم يلغي وصية حب القريب، وإنما أكملها. هنا ما غيرش. في العهد القديم ما كانوش هيفهموا كلمة أحبوا أعداءكم، فقصرها على حب القريب، وهم فهموها غلط، إني حب قريبك وابغض عدوك. عشان كده المسيح قال لهم: قيل لكم تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. طبعا الوحي ما قالش وتبغض عدوك، ده هم ضافوها حسب فهمهم الخاص. لما كانوا يقروا وصية تحب قريبك فيفهموا بعقلهم الخاص إن معناها تحب قريبك يعني تبغض عدوك، لكن الوحي ما قالش كده. ولما جه المسيح حافظ على كلمة تحب قريبك، وإنما فسر لنا من هو قريبك. يعني مفهوم القريب هو اللي اتغير، أو مفهوم القريب هو اللي اتوضح واتشرح مش اتغير. كانوا هم فاكرين القريب اللي هو ابن عمك ابن خالك، اللي هو يعني تربطك به صلة قرابة. فجي المسيح في العهد الجديد عرفهم ما هو المقصود بكلمة القريب، وراح ضرب لهم مثل السامري الصالح. ان انسان طلعوا عليه لصوص حرامية، ضربوه جرحوه اهانوه تركوه ما بين حي وميت. مر عليه كاهن ما عملوش حاجة، سابه ومشي. مر عليه لاوي برضه ما عملوش حاجة. طبعا الفرق بين الكاهن واللاوي يعني زي في أيامنا مثلا كاهن وشماس. لاوي كل من هو من سبط لاوي، أما الكاهن فكل من هو من نسل هارون. ده الفرق بين الكاهن واللاوي. كلاهما لم يفعل شيئا لهذا
الرجل المطروح الجريح. مر عليه السامري، هو اللي أركبه دابته وأخذه الفندق، وكلمة فندق هنا زي مستشفى يعني، اللي هي مكان ضيافة للمرضى، ويمكن في العربي مش باينة، مستشفى يعني مكان شفاء. في الإنجليزي هوسبيتال جاي من هوسبيتاليتي اللي هي كرم الضيافة يعني. فكانوا بيعتبروا المستشفى مكان استضافة لإراحة من هو تعبان يعني. عشان كده الكتاب أطلق عليه لفظ فندق، لكن هو يعني نقدر نقول مستشفى بكل ما تحمله الكلمة من معاني. خدوا المستشفى وعالجوا على حسابه وصب عليه زيت. فقال لهم من هو قريبه هنا بقى؟ هل اليهودي اللي زيه، الكاهن اللي من جنسه، اللاوي اللي من بني شعبه، ولا ذلك السامري الذي تعتبرونه عدوا لكم؟ لأن كان في عداء جامد بين اليهود والسامريين. قالوا له طبعا السامري اللي هو أخده وعالجه ووداه الفندق. قال لهم هذا هو القريب، من نعتبره عدو هو القريب. إذا كلمة القريب حسب ما صحح مفهومها السيد المسيح، اللي هو من يظن أنه عدو، يعني من الآخر كل الناس. طالما من يظن أنه عدو هو القريب، إذن كل الناس هي القريب. الإنسانية جمعاء، لأن المسيحية لا تعرف عدو إلا الشيطان. لا يطلق على أي إنسان على وجه الأرض، من بلدك أو مش من بلدك، قريبك أو مش قريبك، من دينك أو مش من دينك، إنه عدو. الكل أقرباء. قريبك هو الإنسان بصفة عامة. لذلك قال أحبوا أعداءكم، لأن قبل كده عرف السامري اللي هو كان عدو لليهود على أنه هو القريب، وهم كانوا يعتبروه عدو. لذا قال قيل لكم تحب قريبك، أما أنا فأقول أحبوا أعدائكم، يعني حبوا الناس كلها. إنه هو عدو مش من وجهة نظرك أنت، وإنما هو اللي منصب نفسه عدو ليك. لكن أنت وأنا كمسيحي لا نعرف هذا اللفظ في قاموس مصطلحاتنا المسيحية. مفيش حاجة اسمها عدو، كل الناس متساوون ونحب الجميع بلا تفرقة. قيل لكم تحب قريبك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. وطبعا المفروض ما يكونش في جوه قلبك أي ضغينة لأي إنسان أيا كان بيحاربك، وده مستوى روحي مش قليل، اللي يوصل لمرحلة إن لا يكن في قلبه أي حقد أو غيظ من أي إنسان بيضايقه. مستوى روحي عالي. أما الأنبا موسى الأسود حبوا يختبروه في بداية رهبانته، اختبروه مرتين على الأقل. اخرج يا أسود اللون. المرة الأولى سألوه لما قالوا لك كده حسيت بإيه؟ قال لهم بصراحة اتضايقت جدا من جوه، لكن لم يترجم هذا في أي رد فعل سواء باللسان أو بأي شيء عملي يعني. بعد ما مستواه الروحي نضج أكتر، قالوا له اخرج يا أسود اللون. قال لنفسه حسنا فعلوا بك يا أسود اللون يا رماد الجلد، لأنك لست بإنسان، وإذا كنت لست بإنسان فلماذا تجلس بين البشر؟ المرة الأولى اتغاظ عادي، لأن إحنا مستويات روحية ولا نطالب أحد بفوق مستواه، ننمو. المرة الثانية كان تقدم روحيا، فقال أنا أستاهل القول اللي بيقوله لي ده. زي داود كده لما الراجل شمع بن جيرة قعد يسبه وقالوا له نروح نضربه نروح نقتله، قال لهم لا، الرب قال له سب داود، يعني أنا أستاهل اللي بيعمله معاي دوا
ده ربنا هو اللي سامح كده. فأنا لو مستواي الروحي لسه لم ينضج لدرجة إني ما يتكونش جوايا غيظ أو حقد نحو من يسيء إلي، طب أحبه إزاي يعني؟ ما الحب ده شيء لا إرادي. حبه هنا يعني قدم له أي شيء. يمكن واحد أنت متضايق منه لما تيجي مناسبة وتقدم له هدية هتبص تلاقي اللي جواك كله صفي ناحيته. حب هنا يعني عطاء، يعني بذل، يعني تضحية. مش تحب مجرد عاطفة، لأن العاطفة أحيانا بتكون مش في إرادتنا، شيء لا إرادي. على الأقل خالص هذا الشخص الذي نصب نفسه عدوا لك، وأنت وأنا كمبتدئين في جوايا لسه غيظ وحقد عليه، لو مش عارف أقدم له أي حاجة خالص ولا أصفى ناحيته، على الأقل نصلي له، والصلاة بتجيب نتيجة سحرية في هذا الموضوع. ما يكون في واحد أنت متضايق منه بسبب اضطهاده ليك ومعاداته ليك، تقف في صلاتك وتقول له يا رب صفيني ناحية فلان ويملأ قلبي بالحب ناحيته، صدقوني ربنا هيستجيب. إذا كان بيستجيب في الطلبات العالمية مش هيستجيب في الصلوات الروحية. ربنا بيستجيب جدا ويحب جدا هذا النوع من الصلاة. هتبص تلاقي نفسك صفيت تماما نحوه، وتقدر تنفذ هذه الوصية اللي هي أحبوا أعداءكم، اللي احنا بنشوفها ثقيلة جدا. مفيش حاجة ثقيلة، وإنما كل شيء محتاج نمو ومحتاج تدريب. وجيد جدا أني ننتقل من مستوى روحي لمستوى روحي أعلى في الحب، لأن زي ما قلنا الاستشهاد ببساطة هو ذبيحة حب للجميع من خلال ربنا. وحبك لأخيك برضه درجات. أحد أنواع الحب إنك ما تظلموش وما تضطهدوش، لكن لازلت بتفضل نفسك عنه. طبعا هو مش صح تماما، لكن مستوى روحي أحسن من مستوى روحي أقل اللي هو بيضايق أخوه وبيظلمه. أنت ما بتظلموش بس ما بتفضلوش عنك، ده مستوى روحي. مستوى روحي أعلى في الحب إنك ما تظلموش وتساوي بينك وبينه، يعني ما تفضلش نفسك عنه، دي درجة تانية. مستوى أعلى إن تفضل أخوك عن نفسك، مفضلين بعضكم على بعض في القرابة، دي مستوى ثالث، إن أنا مش بأذيه ومش بساوي بينه وبينه كمان، ده أنا بفضله هو عني. نوصل بقى لأعلى درجات الحب اللي هي موضوعنا النهارده، إنك تبذل نفسك من أجله وتكون مستعد إنك تضحي بحياتك كلها من أجله، زي ما قال الكتاب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. فأنت لو ما وصلتش لهذه الدرجة ما تتضايقش، ومر بالدرجات اللي قلناها دي، إنك مش هتقدر تبذل نفسك من أجله، لكن تقدر تفضله عن نفسك وتنفذ الآية بتاعت مفضلين بعضكم على بعض في القرابة. أو على الأقل درجة أقل تساوي بينك وبينه، ما تفضلش نفسك عنه. أو على الأقل خالص إنك ما تأذيش. كلها دي درجات حب، ولكنها درجات متفاوتة حسب المستوى الروحي والمستوى الذي يعلوها جميعا، إن تبذل نفسك من أجله زي ما قال الكتاب، وزي ما كان المسيح نفسه قدوة لينا، فإن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. زي ما بذل ابنه الوحيد من أجلنا، يجب علينا أن نبذل نحن
أنفسنا بعضنا عن بعض. وهذا هو الاستشهاد، هذا هو المعنى الحقيقي للاستشهاد، وهذه هي فلسفة الاستشهاد. يمكن الكل يقول لك يا ريتنا كنا في عصر الشهداء كنا استشهد، والكل بتاخده الحمية والحماس ويقول لك أنا لو كنت في هذا العصر كنت استشهد. طب قيس نفسك على هذا المقياس اللي هو مقياس الحب، وشوف نفسك وصلت لدرجة البذل انك تبذل نفسك من اجل اخيك او من اجل ربنا ولا لا؟ هتلاقي الاجابة لا. خد المستوى اللي اقل منه والمستوى الاقل وهكذا، وتقدر تقيم نفسك عند اي درجة من الحب وصلت، وحينئذ تقدر تنفذ الاستشهاد عملي وأنت حي دون بذل للحياة اللي هي قمة أنواع الحب. المسيح قال لنا إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، فإن العشارين أيضا يفعلون ذلك. وكمل أحب أعداءكم وقال لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء. نحن كمسيحيين نفتخر بأننا دعينا أبناء الله، وبنجرؤ حسب ما ربنا سمح لنا أن نقول له أنت أبونا، مع أننا في الحقيقة عبيده وأقل من عبيده كمان، نحن صنعت يديه، لكن هو أعطانا هذا الحق وهذا الشرف وهذه البركة أن ندعوه أبانا. لما قال لنا صلوا قال قولوا أبانا الذي في السماوات. فأي أبناء في الدنيا لازم يشبهوا أبيهم. احنا أبينا أعطانا أعظم وأروع الأمثلة في الحب والتضحية، إنه بذل ابنه الوحيد على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فيجب علينا أن نبذل أنفسنا بعضنا عن بعض بدرجات متفاوتة طبقا للمستوى الروحي لكل واحد، وما نقفش عند أني نحب اللي بيحبنا ونكره اللي بيكرهنا. للأسف معظمنا عند هذا المستوى، نحب اللي بيحبنا واللي مش بيحبنا ما نحبوه. النهارده المسيح قال إن العشارين والخطاة بيفعلون ذلك. ايه اللي فيها دي؟ اي انسان عادي بيحب من يحبه ولا يحب من لا يحب. ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم، فان العشارين والخطاة يفعلون ذلك. امال ايه الموضوع؟ لا، حبوا الجميع حتى الاعداء لكي تكونوا ابناء ابيكم. ما نكونش بنقول له أنت أبونا كده وخلاص كلام. ومع ذلك بالرغم كل ما قلناه هناك أنواع من الحب الخاطئ. حب ربنا لدرجة أولى، حب الآخرين من خلال حب ربنا. لكن هذا الآخر لو حبي ليه منافس لحبي لربنا فده يبقى حب خاطئ. عشان كده نبص للمسيح اللي قال حبوا الناس كلها وحبوا أعدائكم، نلاقيه فجأة بيقول ايه؟ من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. يعني انت يا رب بتقول لنا حبوا الاعداء، وتقول ما حدش يحب ابوه او ابنه او بنته اكتر مني. هنا مفيش تعارض، وانما حبي لجميع الناس بلا استثناء بما فيهم الاعداء يكون في اطار حبي لربنا وليس منافسا له. يعني لو محبتي لأي شخص تاني هتكون ضد أو هتعاكس حبي لربنا، يبقى ده حب خاطئ مرفوض. وده بيحصل كتير قوي.
ان ام تحب ابنها تقول له ما تصومش عشان هي خايفه على صحته، مع ان طبيا وصحيا الصيام مفيد، وهذا ليس مجال نقاشنا الان، ولكن بغض النظر عن ذلك هذا حب خاطئ من ام لابنها، ان هي كده بتضيعه، بتحبه حب ليس في اطار حب ربنا. يجي يروح الكنيسه يوم اجازته، يوم الجمعه او اي يوم اجازه، تقول له يا ابني خليك نام ومريح، انت طول الاسبوع تعبان، وهي فاكره كده انها بتحبه، لكن هي مش بتحبه او بتحبه حب خاطئ. انا حابه ابنا او ابنه او ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. ولنا في ابراهيم ابو الاباء مثلا، ربنا قال له خد ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه، وعمال يتكي على النقطه دي. طب اقعد اعمل بيه؟ انت عمال تقول لي حبيبك والذي تحبه، قدمه لي محرقه. وده كان ما الا اختبار لابراهيم، وليس ان ربنا كان عايزه محرقه بجد يعني. حب يختبر ابراهيم بيحب ابنه اكتر منه ولا لا، زي ما هو في هذه الايه اللي قريناها دلوقتي. لقينا ابراهيم بكل حب ياخد الحطب والسكين وياخد اسحاق عشان يقدمه محرقه دون تفكير ودون نقاش، لان ده كان شخص بيحب ربنا اكتر من اي حد. مفيش اي حب جواه بينافس حبه لربنا. جه يذبح ابنه، طبعا ربنا منعه لان ده كان ما الا اختبار. القديسه دميانة ابوها بخر للاوثان واطاع الامبراطور، ما فرحتش وقالت له كويس ودي حكمه منك عشان تحافظ على مركزك العالمي ومن هذا القبيل، وانما وبخته لدرجه قالت له خبر موتك كان بالنسبه لي احسن من هذا الخبر. يعني انا لو سمعت انك موت ما كنتش هزعل زي ما انا زعلانه دلوقتي انك تركت المسيح. ده الانسان اللي حب ربنا بالنسبه له يفوق اي حب. امثله كتير قوي. القديسه الشهيده رفقه الام دولاجي، كلا منهن قدمنا اطفالهن للاستشهاد قبل ما يستشهدهم عشان يضمنوا ان اولادهم دخلوا الملكوت، وخوفا من ان لو الواحده فيهم استشهدت الاول ان احد ابنائها ينكر المسيح ويفقد خلاصه. هذه امثله كثيره لاناس احببنا الرب من كل قلبهم ولم ينافسوا اي حب اخر، لا ابن ولا ابنه ولا اب ولا ام. كمان من المحبات الخاطئه الاخرى محبه المال. ويمكن المال الحاجه الوحيده اللي المسيح اعتبره اله زيه زي ربنا يعني بالظبط، وقال لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اما الله او المال. يعني حط نفسه ند للمال. وهو المسيح قال كده لان شايف ده موجود عملي عند ناس كتير، ان بيحطوا المال منافس لربنا. يا ريت حتى في درجه رد بيفضلوه عن ربنا، وده واقع وليس افوره وليس تطرف. كتير قوي المال عندهم رقم واحد، ما يروحش الكنيسه يوم الحد وما يقفلش المحل بتاعه عشان يكسب له قرشين. طب ما ربنا هو اللي بيبارك، وممكن يبارك في القليل، ما بتتحسبش رياضيا معانا احنا خالص. احنا الوحيدين اللي نقدر نقول 9/10 اكبر من 10/10. الحساب والرياضة بيقول لك 10/10 اكتر من 9/10. احنا لا، تدفع العشور
ربنا يبارك في 9 على 10 أكتر من 10 على 10. المرتب 10,000 جنيه ممكن يخلصوا في يوم من غير بركة ربنا، وال9,000 جنيه ممكن يقضوك الشهر كله. فلازم المال ما يكونش منافس لربنا أو معتمدين عليه يعني. لدرجة إن المسيح قال مرة إن دخول غني من ثقب إبرة ملكوت السماوات أصعب من دخول جمل لثقب إبرة. أيا كان تفسير جمل، البعض بيقول الجمل الحقيقي، وثقب الإبرة اللي هو بتشوفوها في البوابات الكبيرة، وفي باب صغير كان يطلق عليه ثقب إبرة. الباب الصغير ده يفوت إنسان بالعافية، يميل كده وهو داخل زي أبواب الأديرة، فما ينفعش يدخل منه جمل إطلاقا. والبعض قال لك الجمل ده حبل تخين قوي كده اللي بيسموه سلبة أو حبل مسلوس، فحبل تخين قوي ما ينفعش يدخل من ثقب إبرة. أيا كان التفسير يدل على صعوبة دخول الغني إلى ملكوت. طبعا مش كل الأغنياء، الغني اللي هو اعتماده على فلوسه، لكن ما أكثر الأمثلة للأغنياء اللي كانوا أتقياء سواء في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة، زي إبراهيم أبو الآباء كان غني وكان راجل تقي، وشوفنا دلوقتي إن يقدم ابنه. زي إبراهيم الجوهري في تاريخ الكنيسة، لدرجة لما مات الحاكم جاب بنته وقال لها هاتيلي فلوس أبوك، راحت جمعت له فقراء القاهرة كلهم وقالت له أموال أبي في بطون هؤلاء. فمبدأ أن الغني صعب يدخل الملكوت مقصود بها اللي هو معتمد على ماله مش على ربنا، حاطط المال بديل لربنا، ولكن ليس كل غني. وأيوب الصديق وأمثلة كتير قوي. لكن الغني اللي هو من النوع اللي يقصده المسيح هنا زي مثل الغني الغبي اللي هو كان معتمد على فلوسه، وأهدم مخازني وأبني أكثر منها وأحوش، وسنين ومش سنين. قال له سنين إيه؟ أنت هتموت الليلة دي، اللي عمال تكنيزه ده هتوديه فين؟ يعني مش غلط تملك المال، وإنما الغلط إن المال يملكك، يكون هو المتحكم فيه. مش هروح الموضوع الفلاني عشان هيصرف، هروح الموضوع الفلاني عشان مش عارف إيه، مش هروح الكنيسة عشان الفلوس إيه، ومش هحوش. كل تفكيرك واهتماماتك في الفلوس، هو ده الغلط. إن الفلوس تكون هي، ومش المال بس، يعني كل ما تملك، يعني المقتنيات بصفة عامة اللي هي بيسموها في الرهبنة حب القنية. حب القنية يعني حب الممتلكات أو الأشياء اللي تكون ملك. املك الشيء لكن كن على استعداد إنك تستغنى عنه في أي وقت. كان أبونا فلتوس يعمل الموضوع ده كتير قوي، يقعد يلح في طلب الشيء، ولما يجيبه له يرميه ويكسره ويقطعه زي ما شفته في الفيلم بتاعه. يعمل طاقية وبعد ما يخلصها يروح مقصقصها ومقطعها. طبعا هي مش حركات احنا بنقعد نضحك ونعتبرها كأنها حركات هبل، لا، هو بيعلم نفسه عدم حب القنية، وإن ما يتعلقش بأي شيء أيا كان هذا الشيء تافه يعني. أمثلة كتير لأغنياء أتقياء في العهد القديم والجديد وفي تاريخ الكنيسة، على رأسهم أنبا أنطونيوس اللي مجرد ما سمع الآية راح منفذها على طول. ما كانش حد سبقه في الطريق ده. يمكن لو دلوقتي حد عملها، وصعب حد يعملها، ان واحد يكون غني جدا وعنده مئات الأفدنة ويدخل الكنيسة يطلع يقعد يبيع فيهم ويوزعهم على الفقراء، الناس هيقولوا اتجنن. لكن حتى لو حد عملها دلوقتي، لينا أمثلة قبل كده. أيامه ما كانش حصل، ما كانش الرهبنة طلعت ولا أي حد عمل الموضوع ده، وكان في شاب غني زيه بالظبط، والمسيح قال له اعمل كده، مضى حزينا الشاب الغني، قال له اذهب وبيع كل مالك وات الفقراء وتعالى تتبعني، اللي هي الكمال. مضى حزينا.
بعد 300 سنة يجي شاب زيه بالظبط وينفذ هذه الآية حرفيا، الأنبا أنطونيوس وماكسيموس وديمادريوس والأمثلة كتيرة أوي. إذا محبة الآخرين سواء ابن أو ابنة أو أب أو أم أو صديق أو منافس لحب ربنا غلط. محبة المال غلط. كل هذه الأنواع محبات ضارة لا تليق بمن يريد أن ينمو روحيا في حب ربنا. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. دي كانت إجابة السيد المسيح على الناموسي اللي قام يجربه. قال له قول لي هي ايه اعظم وصايا؟ وكان دايما السؤال ده بيحيرهم في العهد القديم ايام المسيح، الفريسيين والصدوقيين، اللي يقول لك احسن وصيه تقديس السبت، واللي يقول احسن وصيه الختان. فحبوا يختبروه عشان هو يقول لهم الحاجات دي كانت، واما انا فاقول لكم كذا. كان فكرتهم ان المسيح جاي يكسر كل الثوابت اللي هم بيفتكروها مقدسات، وهي لا مقدسات ولا حاجة، وإنما كانت فهم خاطئ لهم للوصايا. فهو أجاب بكل حكمة وقال إن الوصيتين دول هم خلاصة كل الوصايا: محبة الرب من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر. ولازم كل الفكر دي، لأن الفكر بتاعك لما تسيبه يقول ويصول طول اليوم بيتعبك وبيوصلك للجنون وأوهام. فلان معدي ما صبحش عليا، يبقى أكيد هو افتكر الموضوع الفلاني وأنا لازم أعمل كذا، وتقعد نص ساعة وفي الآخر يطلع كل الأفكار اللي عندك دي أوهام، وهو يمكن ما خدش باله أصلا وهو بيصبح عليك. ما صبحش عليك لأنه 99% من مشاكلنا مبنية على أوهام وأفكار خاطئة. فكرك بيقعد يهيئ لك إن أنت ذكي وأنت فهمتها، وهو عمل كده عشان كذا، ولو ما عملش كذا كان هيحصل كذا، وأنا لازم أعمل كذا عشان ما يعملش كذا. وفي الآخر يكون كل اللي بتفكر فيه ده أوهام، وتروح وتتخانق وتتخاصموا بالسنين، وكله مبني على أفكار خاطئة عندك. أنت بس اللي فاكر نفسك أذكى واحد، وإن اللي بتفكر فيه هو ده الصح. عشان كده الكتاب قال توكل على الرب وعلى فهمك لا تعتمد، لأن كتير قوي ضيعتهم أفكارهم. خد بالك كويس قوي من فكرك، مش كل فكرة هتيجي في دماغك تبقى الصح وتعتبر نفسك أذكى واحد وإنت فهمتها. حط ولو 1% إن ممكن تفسيرك ده يكون غلط. لو عملنا مشينا بهذا المبدأ هنتجنب مشاكل كتير بنقع فيها مع أحبائنا. الحاجات الأخرى من الحاجات الأخرى اللي بتعوق نمونا في محبة ربنا وإننا لا نصل إلى المحبة اللي هي أقوى نوع، البذل اللي وصل إليه الشهداء، إن الخطية أكبر معوق للنمو في حب ربنا. لو أنت تشتهي الاستشهاد تعيش الحب يوميا وتنمو فيه، ومن أكبر المعوقات لهذا النمو في الحب هو الخطية. عشان كده المسيح قال لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. طول ما في خطايا في عدم نمو في المحبة. وجمال كنيستنا القبطية ان حط لنا توبة في جميع الأوقات، سر اسمه سر الاعتراف. اعترف مثلا متوسط كل شهر، ممكن يزيد عن كده يقل عن كده طبقا لتدبيري مع اب اعترافي وحالته الروحيه. كل اسبوع قداس برضه متوسط، ممكن الناس تقدر قداس كل يوم، ممكن اسبوعين، ممكن اكتر، نعتبرها اسبوع متوسط.
طول القداس نقرا تحليل، طول القداس الكاهن يقرا تحليل ويمر بالشرق ويرجع يقول حاجة اسمها سر الرجعة أو سر اعتراف الشعب، يا رب اغفر لهم خطاياهم. كل شوية الكاهن يصلي ويقرا تحليل لغفران الخطايا. إذا شهريا الاعتراف، أسبوعيا القداس، يوميا كل يوم في نهاية اليوم صلاة اسمها صلاة النوم، تحليل النوم، يا رب جميع ما أخطأنا به إليك. يعني كل ليلة قبل ما أنام بعترف بخطاياي، بل وكل ساعة. عشان كده عملت لنا كتاب جميل اسمه صلاة الإيجابية. إيجابية من أقب بالقبطي يعني ساعة، يعني ترجمتها بالعربي صلاة السواعي. وكل ساعة آخرها تحليل بنطلب فيه الغفران والتوبة، بل وكل دقيقة عن طريق صلاة يسوع لو تدربنا عليه، يا رب يسوع المسيح ارحمنا ونخاف. هذا هو جمال الكنيسة. توبة شهرية، توبة أسبوعية في الكنيسة، توبة يومية في آخر اليوم، توبة كل ساعة في الإيجابية، توبة كل لحظة بصلاة يسوع. فنحيا حياة التوبة باستمرار، فلا يكون هناك اسم، فلا تبرد محبتنا، بل تنمو لغاية ما نوصل إلى درجة الشهداء، إن محبتنا لربنا تزيد جدا لدرجة إن نقدر نبذل أنفسنا. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وفي الحالة دي بقى نقدر نصرخ بكل قوة ونقول مع بولس الرسول الجزء اللي قلناه دلوقتي: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ولكننا في هذه جميعنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لا علو، لا عمق، لا خليقة، لا شيء يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح. وبكده نبقى استفدنا من الاستشهاد. مش كل واحد فينا فاكر نفسه ان هو يقدر يستشهد، ولو كان ايام الشهداء كان هيقدر يستشهد وهو لسه مبتدئ جدا 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 في الحب، ولم يصل الى قمة الحب اللي قدر به الشهداء ان يضحوا بانفسهم. وكمثال ليهم شهيدنا الحبيب اللي بنحتفل به اليوم، الشهيد إقلاديوس، اللي ضحى بالملك. كان أبوه ملك وكان ممكن يبقى ملك، ضحى بالملك، ضحى بالزواج وعاش البتولية، وأخيرا ضحى بحياته كلها وبذل نفسه حبا في الملك المسيح. وكل سنة وانتم طيبين، ولربنا المجد دائما إلى الأبد، أمين.